في ايدك تحولي اكلة بسيطة لاكلة لذيذة وجامدة وطعمها فخم بامانة، وكمان ما اخدتش اي وقت. ويلا نشوف عملناها ازاي بكل بساطة وسهولة. ومبدئيا كده يا حلوين، صلوا على النبي في التعليقات وتعالوا نحضر مع بعض التتبيلة بتاعتنا. في بولة حطيت فيها معلقة كبيرة من الصلصة وكمان زبدية ومعلقتين كبار من هريسة الشطة، وكمان معلقة صغيرة من التوم المهروس ومعلقتين كده من الخل وعصير نص ليمونة ومعلقتين من الزيت، والبهارات بقى اللي مفيش ابسط منها: معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة 7 بهارات وبهارات فراخ ونص معلقة صغيرة بابريكا وكمان جنزبيل وملح. وبس كده هقلبهم تقليبة محترمة. وهنزل بقى بأجنحة الفراخ بتاعتنا بعد ما غسلتها كويس قوي ونقعتها في ملح وليمون وبقت مية مية. والجراح انا قسمها بالنص تمام كده، مخليها على قطعتين يعني. وبجد يا جماعة الوصفة دي خطيرة وطعمها يجنن. هسيبها بقى بعد ما قلبتها في التتبيلة كويس حوالي كده ساعتين في التلاجة. وبعد كده بقى بجيب صينية حطيت عليها ورقة زبدة، ولو ما عندكيش ورقة زبدة اديها مسحة زيت. وبعد كده برص بقى فيها أجنحة الدجاج كده زي ما انتوا شايفين جنب بعض، ولو في أي حاجة متبقية من التتبيلة بحطها كده على الوش. وبس كده يا حلوين، بدخلها بقى فرن سخن على أعلى درجة حرارة في الرف اللي في النص، بتستوي بقى براحتها حوالي بتاخد ساعة كده. والأجنحة بتتشوي في الفرن. تعالوا نحضر أحلى شوية رز بسمتي. في حلة على النار حطيت فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة، وحطيت كمان ورقة لورا وثلاث فصوص كده من القرنفل وورق وواحدة لومي. وبعد كده هنزل عليها ببصلاية متوسطة قطعتها صغير قوي، وعليهم على طول البهارات: واحدة ماجي وكمان معلقة صغيرة من الكركم ورشة فلفل اسود ورشة 7 بهارات ومعلقة صغيرة من البهارات الفراخ او بهارات الكبسة. وهدي بقى تقليبة كده محترمة وتشويحة للبصل. وأول ما يدبل هنزل عليهم على طول بنص كيلو من الرز البسمتي. غسلته وسبته يتنقع حوالي كده بالظبط نص ساعة. تمام. طالما نقعنا الرز يبقى مش هنزود له المية، هنحط له مية زي الرز المصري كده. هديله بس الأول كده تشويحة كويس قوي زي ما انتوا شايفين. وبسم الله ما شاء الله الرز البسمتي بقى هيبقى حبة بتاعته طويلة عشان احنا سيبناه يتنقع شوية. هديله بقى الملح ونخلي بالنا عشان حاطين مرقة. وبعد كده اول ما اتاكد ان الرز اتشوح تمام، بنزل على طول بالمية المغلية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وهديله تقليبة. وبياخد مية قد الرز المصري كده او يمكن زيادة شوية كمان. بس كده هغطي عليه واسيبه يتشرب، وبعد كده بهدي النار لحد ما يستوي. وبصوا بسم الله ما شاء الله تسوية مظبوطة ولون خطير يفتح النفس. كده الرز جاهز معانا. وبصوا بقى برضو بسم الله ما شاء الله الأجنحة خلصت بعد ما استوت طبعا. حطيتها في الشواية، ولعت لها الشواية وحطيتها فيها شوية اخدت اللون التحفة ده. وبس كده بجد ريحتها خطيرة وطعمها جامد. لازم تجربوها. نبدأ بقى نقدم الأكلة اللذيذة بتاعتنا دي. حطيت الرز وبجد الرز مفلفل وخطير، وكمان رصيت عليه كده أجنحة الدجاج. ولازم تجربوها بالطريقة دي مشوية وخطيرة ومستوية. وطبعا التتبيلة تنفع مع أي حاجة يعني، لو عايزين تشووا فراخ كمان لازم تجربوها. طعمها بجد يا جماعة في حتة تانية يعني، غير ما تسلقوها وكده. وبس كده، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات وشير كتير للفيديو.